ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه عشان القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بص حبايب قلبي، النهارده ان شاء الله هنعمل شيش طاووق وهنعمل رز مبهر، وكملوا الفيديو معايا ان شاء الله، الفيديو يعجبكم. تمام. هنا هحط كوبايه زبادي، كوبايه زبادي. تمام. وهحط معلقه كده من الصلصه الجاهزه. تمام. عندك كاتشب ماشي، مش هيقول لا. طيب هنحط ايه تاني؟ هندي ده الخليط كده تقريبا. تمام. وهحط 7 بهارات: فلفل اسود، ملح، مرق الدجاج، شوية جنزبيل، مرق الدجاج بودرة. تمام. عايزة تشيلي بهارات من هنا وتحطي حاجة تانية، اوكي، اللي يريحك حطيه، او البهارات اللي حضرتك بتحبيها حطيها. تمام. انا حطيت 7 بهارات: فلفل اسود، ملح، مرق الدجاج بودرة، جنزبيل بودرة برضو. متحبش الجنزبيل ما تحطوهوش. عايزه تحطي شويه قرفه حطي، اللي يريحك، البهارات اللي بتحبيها حطيها. تمام. عندك توم بودره وبصل بودره ماشي. واحط معلقتين 2 زيت، معلقتين 2 زيت، ما تكتريش عن كده. تمام. طيب ليه بقى ما هكترش عن كده؟ لاني ان شاء الله الوصفه دي انا هعمل بيها بالاوراق بتاعه الدجاج، مش بالصدور. يعني الشيش طاووق هعمله بالاوراق، فالاوراق بتبقى فيها نسبه دهن نسبه دهون شويه عن الصدور. تمام. فهي هتنزل نسبه دهون بسيطه. تمام. طيب انا كده معايا كيلو من الشيش طاووق. الراجل بتاع الفراخ يعني هو اللي مقطعه ومقطعاه من الاوراق زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي اهو. تمام. هنزل كده بيه بقطع من الاوراق دي، حطيتها في الخلطه اللي احنا عملناها. تمام. وطبعا كل ما هتقعد في الخلطه كل ما هتحلى اكتر. فاهميني؟ انا سبتها تقريبا يعني ساعتين 3 كده. عايزه تعمليها من بالليل، واول ما تيجي لو بتشتغلي او كده او تعمليها بالليل، او تيجي من الشغل تعمليها من بالليل تسويها على الغدا ماشي. طيب هنا ادي التتبيله بعد ما عذرا ادي الشيش طاووق بعد ما تبلناه وطلعناه خلاص هيبقى جاهز، يعني ان احنا دلوقتي هنطبقه. انا جبت الطبق ده فيه بصل، وفي فلفل اخضر رومي، وفي فلفل الوان. عايزه تحطي طماطم حطي، مش عايزه تحطي براحتك، انا ما حطيتش فيها طماطم. تمام. طيب ايه بقى هنعمل ايه؟ دي عصيان الشيش طاووق بتتباع عند تقريبا مستلزمات الادوات المنزليه او كده يعني ماشي. طيب العصيان دي لازم تكوني حطاها في ميه قبليها. ليه بقى؟ عشان لما تيجي تحطيها في الفرن او تسويها على الجريل ما تتحرقش منك وتطلع دخان بقى وايه، والشقه كلها هتبقى ايه، دخانه. فلازم تبقى محطوطه في ميه من قبلها. تمام. وطبعا زي ما حضرتك عايزه تشكلي، ممكن تحطي فلفل الاول، ممكن تحطي بصل الاول، بعديها حته شيش طاووق، بعد كده حته فلفل لون فلفل مثلا اخضر، بعديها حته من الشيش طاووق وهكذا يعني. تمام. بعد كده ممكن تقفلي بطماطم، بحته من الطماطم، ببصلايه، بفلفل، اللي يريحك اعمليه. تمام اهو. والالوان هنا بقى اتفرجي على الالوان، خطيره خطيره خطيره. بصي انا هسوي شويه على الجريل وهنسوي شويه في الفرن. تمام. وفي اخر الفيديو هقولك انهي اللي عجبني وانهي اللي كان احلى يعني بصراحه. تمام. كده انا هعمل حطيتها في صينيه جنبي. طبعا هخلص كل الكميه اللي معايا. تمام. ادي الكميه كلها اللي عملناها، دي الكميه كلها.
تمام. هجيب صينيه، هحط هفرشها من تحت ورقه زبده، وهدهن ان ورقه الزبده دي فرشه واحده بس من الزيت، اللي ربما يبقى ورق الزبده اللي عندي مش يعني مش كويس وكده، ممكن بيبقى ايه مغشوش وكده فملزقش ويبهدل الدنيا. تمام. دي هحطها في الفرن. الكميه دي اللي انا حطيتها في الصينيه دي هدخلها الفرن. تمام اهو بالشكل ده هحطها في الفرن. تمام. طيب ركننا اللي هنعملهم على الجريل لغايه لما نعمل الرز. طيب تعال بقى نشوف مقادير الرز. هنعمل رز مبهر دلوقتي. هنا جبت بصلايه، كنت بصلايه متوسطه او على حجم الرز اللي حضرتك هتعمليه. تمام. انا تقريبا عملت نص كيلو، يعني عشان احنا عدد الافراد زي ما انتوا عارفين قليل وكده، فانا عملت نص كيلو. دي بصلايه مبشوره. لا عذرا، ممكن تبشريها برضو، بس انا فرمتها في الكبه للامانه يعني. تمام. في انا بصلايه متوسطه كده فرمتها في الكبه، عايزه تبشريها بشريها، لكن انا فرمتها في الكبه. وجزرايه مبشوره، والجزرايه دي بشرتها. يبقى معايا بصلايه في مفرومه في الكبه، او تبشريها ومعايا جزرايه. تمام. هنزل بالتوابل بتاعتي: كركم، ورق لورا، عود قرفه. بس ما حبيتش احط حاجه اكتر من كده. يعني ممكن لو عندي انا بالامانه ما كانش عندي حبهان كنت احط حبهان، ما كانش عندي حبهان. عايزه تحطي حبهان حطي، بس تحطي قرنفل حطي، اللي هو المسمار بيقولوا عليه في الدول الخليجيه بره بيقولوا مسمار. تمام. طيب ونزلت بقى هنا بكميه الرز المتاحه عندك او على حسب الافراد اللي عندك. تمام. وهنديهم تشويحه كده مع بعض، وتشم الريحه. الريحه كانت خطيره. تمام. هنشوح كده الرز شويه. نديله تشويحه كده، وهنزل عليه بميه عاديه. انا نزلت بميه عاديه، ما نزلتش بميه سخنه ولا حاجه. اهو كده هنقفل عليه وهنسيبه يستوي، هنقوله على العين اللي من ورا براحته. تمام. طيب كده هنبتدي نسوي في الشيش طاووق اللي على الجريل. تمام. هنا عندي الجريل اهو. تمام. هديله مسحه من الزيت، فرشه كده من الزيت، وحور شغاله يعني مبوظه الدنيا جنبي، ربنا يهديها. هنا كده بديله مسحه من الزيت. تمام. وهنزل بالعصيان الشيش بتاعتي. الزيت يسخن كده كويس خالص، وهنزل بعصيان الشيش. دي باقي الخلطه اللي كانت باقيه من اللي بعد ما يعني حطينا الاسياخ بتاعه الشيش وكده وخلصنا الفراخ. دي باقي الخلطه، فانا خدت منها كده بالفرشه وبقيت ادهن على وش الشيش من فوق. تمام. هي ما كانتش مبقيه كتير يعني. طيب هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل سلطه زبادي بالخيار. تمام. هنا بشرت الاول قشرت الخيارتين وبشرتهم في المبشره العاديه. تمام. انا ما سبتهمش يصفي الميه بتاعتهم، للامانه ما سبتش الميه تتصفى. تمام. ونزلت عليهم بكوبايه زبادي من الكبيره، زبادي الشركات، زبادي بلدي المتوفر عنديكم برضو. وهنديهم تقليبه كده كويس خالص. وده شبت، يا خرابي الشبت وده في حته تانية خالص. تمام. ده شبت، مش هناخد العيدان، هناخد الاوراق بتاعت الشبت بس. تمام. دي كده معلقه كبيره من الشبت، عطيتها طعم تحفه. تمام. عايزه تحطي سنه ملح حطي. انا للامانه عملتها على كده، ولا حطيت ملح ولا حطيت فيها اي حاجه خالص، كانت تحفه 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 وخطيره. ده اللي على الشيش دي ورق الزبادي بالخيار. اللي على الشيش دي اللي معموله في الجريل. عذرا، اللي على الرز معموله في الجريل، دي هي معموله في الجريل. التانيين اللي هي في السرفيز الصغير اللي مفيهوش رز، دي معموله في الفرن. وانا للامانه حبيت اللي على الجريل احلى من الفرن، يعني حسيتها ان هي كده كانت طريه وجوسي من جوه، وكان جميله جدا. تمام. خطيره حلوه جدا. جربوها ان شاء الله تعجبكم. ربنا يحسن بين ايديكم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.